هنا من أمام مستشفى القديم، مستشفى الدراق بمدينة زاكورا. أتواجد رفقة ضحية لحرب الطرقات، ضحية لحادثة سير بدراجة نارية. الآن منذ ساعة إلا ربع وأنا أنتظر من أمام المستشفى بعدما تم إحالتنا إلى هنا من المستشفى الجديد، المستشفى الكبير بمدينة زاكورا الذي يبعد عن هنا بحوالي 3 كيلومترات. الآن السيد المريض عنده ألم في الرأس، ممكن أن يكون نزيف داخلي لا قدر الله. هذا الأخ الضحية. نتواجد هنا منذ قرابة الساعة وننتظر قدوم الطبيب أو الطبيبة المكلفة الراديولوجي، أي الفحص بالصدى لمعرفة ما إذا كان هناك خطورة على المريض. هناك الضحية أو الشخص المعنى بالأمر، وهو يتألم منذ قرابة الساعة ونصف منذ إحالته أو نقله عبر الوقاية المدنية إلى المستشفى الجديد، حيث تم استشارة الطبيب المستعجلات، وهو الذي أحاله إلى هذا المستشفى للقيام بالفحص بالصدى للتأكد ما إذا كانت هناك خطورة أو نزيف داخلي في الدماغ لا قدر الله. الآن ما زلنا ننتظر ولا أحد قدم إلينا أو جاء لفتح حتى المستشفى الذي تم إغلاقه أمام ساكنة تقارب 300,000. هي هذا المستشفى أكبر مستشفى في إقليم زاكورا. نتمنى أن تكون هناك التفاتة إلى هذا الوضع المأساوي في مدينة زاكورا من طرف المعنيين بالأمر. هذه آفة، هذه مشكلة كبيرة يعاني منها المواطنون في هذه البلدة، أي هذه المدينة. مشكل التطبيب، مشكل غياب المسؤولية عند الأغلبية العظمى من الأطباء والمسؤولين عن المستشفى الإقليمي بمدينة زاكورا. هذا هو المستشفى وهو مغلق تماما. تحياتي من أمام المستشفى.